يا اهلا بيكم. الفيديو النهارده مليان افكار ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله الكل هيستفاد بيها. يلا بينا نبدا افكارنا. اول فكره معانا النهارده، لو عيون البوتاجاز وصلت معاكي المستوى ده او اكتر من كده او بقت سودا عن كده، هتعملي ايه؟ كل اللي عليكي هتولعي البوتاجاز وتولعي النار، تمام، وتسيبيه لحد ما يسخن جامد، لحد لما تسخن جامد. وبعد كده هقولك تعملي ايه. مش هتحتاجي بقى ولا مساحيق ولا حاجات تنظيف ولا اي حاجه، مجرد بس العيون تسخن جامد وهنشوفه مع بعض عملي العيون هتنضف ازاي. هنا حبايبي بعد ما حطيناها على النار وسخنت جامد هتجيبيها كده، بس خدي بالك عشان دي سخنه جامد، ومعاكي حته سلكه وحبه صابون سائل. بصي طلعت معاكي السمار، وخلي بالك لو اصعب من كده برضو السخونه دي هتشيلها لك. بصي، اتمنى الفكره تكون عجبتكم، كملي معايا. الفكره التانية معايا النهارده، لو عندك اسبونشه زي دي او ممكن تشتريها رخيصه يعني مش غاليه، وعندك برو الصابون، اي برو صابون عندك، هتجيبي ليفه المواعين اللي زي انت شايفاها كده وتقطعي تقصيها بالمقص كده، تعملي يعني فيها فتحه، تبداي تدخلي برو الصابون فيها لجوه كده اهو. اي برو صابون عندك اهو دخليه كده، وبتبداي تجيبي المعطر بتاعك، اي نوع معطر عندك، المعطر ده سايب تمام، وبتبخي كده، شايفه جوه مع الصابون اهو بختين 3 تمام. وبعدين بصي بتبليها شويه ميه، شايفه الرغاوي، الصابون مع المعطر بقى، وتبداي بعد ما تخلصي المطبخ كله تغسلي بقى الرخامه اهو، منها هتنضفها لك تنظيف جامد ومنها ايه هتعطرها لك. اتمنى الفكره تكون عجبتكم. تالت فكره معانا النهارده حبايبي، لو عندك فوطه زي دي او اي فوطه، طبعا كلنا بنبقى واقفين بنغسلوا المواعين بنعملوا اكل بايدينا مبلوله، بنبقى عايزين ايه ننشفه، ما عندكيش مناديل مطبخ، عندك فوطه دي، اي فوطه كبيره صغيره اي حاجه، بتمسكيها بتفتحي الدرج بالشكل ده وبتحطيها على الطروف كده وبتقفلي، ولما تعوزيها بتبداي ان انت تنشفي فيها ايديكي. الفكره الثالثه معانا النهارده، لو عندك باقي بقوليات زي ما انت شايفه كده، والكيس انت مش عارفه تقفليه او عايزه حاجه تبقى امنه يعني فيه، هتجيبي الكيس كده وتضميه وتجيبي توكه بنتك او اي استك، حتى استك فلوس، وتبداي تقفلي الكيس كده بيه اهو، هيتقفل معاكي بمنتهى السهوله ومحكم ومفيهوش اي حاجه. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اختكم باللايك وتشتركوا في القناه، كملوا معايا. تمام. اخر فكره معانا النهارده، لو عندك المصفى دي هتجيبي وما عندكيش مبخره مثلا، هتجيبي ورق فول زي ده كده وتحطيها في قلب المصفى، ماشي، وهتجيبي فحم على النار وتولعيها اهو وتحطيها في قلب المصفى كده، تبداي تجيبي بخور، انا بجيب بخور سايب من عند العطار ريحته جميله اهو اهو، وتبخري وتعطري وهيبقى معاكي اقوى واحلى من اي معطر. اتمنى افكاري تكون عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشجعوني وتعملوا لي لايك. مع السلامه.